السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. تجهيزات رمضان، وجبت بقى 3 فرخات وقطعت المقاطعة مؤقتا بس لحد ما الشهر الكريم يعدي على خير. ربنا يرفع عنا الغلاء والوباء يا رب. طيب انا جبت ال3 فرخات وقطعتهم كل فرخة 8 قطع. وهبدأ اكيس كل قطعتين في كيس. عايزة تحطي بزيادة حسب افراد اسرتك حطي. انا بالنسبه لي 2، فحتى كل قطعتين في طبق او كيس. بجمع الجناحات كلها في طبق، الصدر وورك في طبق، الكبد والقوانص في طبق، وهكذا. الصدور القطعه اللي هي فيها لحم ابيض بس من غير العظم انا جمعتهم لوحديهم وحطيتهم في اكياس. دول انا بستخدمهم للشيش تاووك او الشاورما. هنا زي ما انتم شايفين بجمع كل قطعتين في طبق، كل قطعتين في طبق. ادي الصدور اهي اللي قلت لكم عليها، بجمع كل حتتين في طبق في كيس او كل 3 حتت، فانا حطيت كل 3 قطع في كيس. دول استخدمهم للشيش تاووك او شاورما، بيبقى مخليين يعتبر. لو عايزه بانيه من الاول بخلي راجل يقطع لي فرخه او 2 من الاساس بانيه، وبستفاد بالجناحات، وبستفاد بالوراك واشيلها وتبقى وجبه كمان. كده الكبد والقوانص في طبق، وكده انا عملت 10 وجبات من ال3 فرخات. اتمنى الفيديو يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، والبنات الجديده في الجواز تتعلم توفق. كل سنه وانتم طيبين.